واقعة صادمة في الهند. رجل ينبش قبر شقيقته ويأخذ رفاتها إلى البنك لإثبات وفاتها. في مشهد يصعب تصديقه للوهلة الأولى، تحولت محاولة روتينية لإثبات وفاة إلى واقعة صادمة أثارت الذهول، بعدما قرر رجل أن يحمل الدليل بيديه مهما كان الثمن، في قصة غريبة تكشف كيف يمكن للبيروقراطية أن تدفع البعض إلى تصرفات غير متوقعة. أقدم رجل في 50 من عمره من ولاية أوديشا الهندية على استخراج رفات شقيقته من قبرها، ثم توجه بها إلى أحد البنوك في محاولة لإثبات وفاتها. وكان الرجل يسعى إلى سحب مبلغ يقدر بنحو 20,000 روبية قرابة $200 من حساب شقيقته، إلا أن محاولاته باءت بالفشل رغم إبلاغه البنك بوفاتها. وأوضح الرجل في أقواله للشرطة أن إدارة البنك رفضت تصديق روايته وطالبته بإثبات رسمي، وهو ما دفعه إلى اتخاذ هذا التصرف الصادم لإقناعهم بوفاة شقيقته. وتعود وفاة السيدة إلى شهر يناير من العام الجاري، لتتحول القصة لاحقا إلى واقعة أثارت جدلا واسعا وتساؤلات حول الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.